بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما متجمعين مع حبايبكم فرحانين ومتهنيين. بحب اشكر كل الناس اللي منوره القناه بتاعتي وبقول لهم انا بحبكم جدا ودايما منوريني يا رب، ودايما بخير وصحه وعافيه وسعاده انتوا وكل حبايبكم. دي البيتزا اللي احنا هنعملها مع بعض النهارده زي ما انتوا شايفين. دي جبنه بس بالخضار واللانشون مش اكتر من كده. اما البيتزا التانية دي فدي بيتزا بالتونه زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اللي محروق في الصينيه ده الصلصه اللي نزلت منها، بس طبعا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله حلوه قوي 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 قوي. يلا بقى نشوف احنا عملنا الصينيتين دول ازاي. يلا بينا. هنحتاج هنا ايه بقى؟ اول حاجه طبعا هنعمل العجينه. هنحتاج ايه بقى للعجينه؟ عندي نص كيلو دقيق، ده هيكفي لبيتزايه واحده. وعندي كيس بيكنج باودر، وعندي كوبايه زبادي، وعندي تقريبا نص كوبايه زيت صغيره، يعني تقريبا ربع كوبايه كبيره، وعندي معلقه خميره فوريه كبيره. وهحتاج مع الزبادي دي، احنا طبعا ممكن نستخدم كوبايتين زبادي، بس لان انا عندي لبن فهحط كوبايه زبادي وهكمل بشويه لبن. وطبعا هحتاج بقى سكر وملح عشان العجين. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. طبعا انا دلوقتي هنخل البيكنج باودر اهو، هنخله كويس. هحط دلوقتي معلقه ملح، وهحط كمان معلقه لبن بودر. لبن البودر يا جماعه بيبقى حلو جدا في المعجنات اهو. معلقه لبن بودر، وهنزل بالخميره بتاعتي اهو. اللبن ده يا جماعه انا حطيت فيه معلقه صغيره من بتاعه الشاي زبده، عشان الزبده من الحاجات اللي بتخلي العجينه طريه. انا هحط دلوقتي الزبادي بتاعتي هنا كده مع اللبن. هحط هنا معلقه صغيره سكر، لان السكر من الحاجات اللي بتخلي الخميره بتاعتي تنشط. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنزل انا بقى دلوقتي بخليط اللبن مع الزبادي ده، هنزل بيه كده على العجين وابتدي اعجن كويس. اول هدوب كده الدقيق بتاعي. احتجت انا دلوقتي ميه للعجين، فهضيف ميه دلوقتي عشان اكمل بقيه العجن. كل ما احس ان هي محتاجه ميه هزود ميه على حسب العجينه طبعا بتاعتي، وكل دقيق بيختلف عن كل نوع دقيق بيختلف عن النوع التاني. بعد ما وصلت للمرحله دي ان الدقيق كله اصبح بالشكل ده معايا، هحط انا بقى دلوقتي الزيت. وهبتدي بقى اعجن كويس قوي. خلاص بقى دلوقتي يا جماعه انا هعجنها كويس قوي 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 لحد ما الاقي ايدي نضفت من العجين والبوله كمان بتاعتي نضفت، ونرجع نشوف احنا عملنا ايه. خلاص يا جماعه دلوقتي انا عجنت العجينه بتاعتي كويس قوي قوي. اهم حاجه طبعا في المعجنات العجين اهي. ده شكل العجينه، والبوله بتاعتي نضفت وايدي كمان نضفت. فهبتدي بقى ايه؟ ادهن العجينه بتاعتي كده شويه زيت زي ما انتوا شايفين كده، وهحطها في البوله وهغطيها بكيس بلاستيك واحطها في مكان دافي. ممكن في فرن البوتاجاز احطها في مكان دافي عشان تخمر معايا بسرعه، لان احنا طبعا في البرد. وبعد ما تخمر نشوف بقى احنا هنعمل ايه. دلوقتي احنا هنعمل صلصه البيتزا. عندنا هنا طاسه حطينا فيها شويه زيت زي ما انتوا شايفين كده، وانا قطعت فرمت فصين توم ناعم. بمجرد ما الزيت يسخن هننزل فيه. دلوقتي تقريبا الزيت سخن عندي اهو. هنزل بقى دلوقتي بالتومه.
اول ما تاخد لون معايا هنزل بالصلصه. خلاص كده التوم بقت زي الفل معايا اهي. هنزل بقى انا عليها دلوقتي بالصلصه اهي. هحط دلوقتي شويه ملح، شويه فلفل اسود، واهم حاجه يا جماعه في صلصه البيتزا ايه، اهم حاجه يا عندي يا جماعه هو الزعتر في صلصه البيتزا، اهم حاجه. عايزه بقى تضيفي كمان بابريك عشان تخليها حاره، مفيش مشكله تضيفي برده بابريكا. بالنسبه لنا احنا بنحب الاكل الحامي، فحطيت هنا كمان بابريكا اهو. دلوقتي انا هحتاج بقى للبيتزا عشان الحاجات اللي هحطها فوقها. هحتاج طماطم، فلفل اخضر، ولو عندي فلفل الوان برضو هستخدمه، زيتون اسود، وبصلايه دي من عندي اضافه. انا بحب اعملها ببصل، بضيف عليها بصل، دي حاجه اختياري ترجع لك لو عايزه تحطيها او مش عايزه تحطيها، دي حاجه براحتك. هقطعهم انا بقى دلوقتي ونرجع نشوف احنا هنكمل مع بعض ازاي. خلاص يا حبايبي العجينه بتاعتنا ما شاء الله خمرت وحجمها تضاعف معانا اهو. فانا دلوقتي هحطها في صينيه مدهونه بالزيت ونخبزها مع بعض ونشوف هنكمل مع بعض نعمل ايه. يلا بينا. بس الاول انا عايزه اهبطها كده شويه. ايوه كده، بس كده. يلا بقى نكمل مع بعض نشوف هنعمل ايه. خلاص انا حطيت دلوقتي الصينيه عندي مدهونه زيت اهو، وانا حطيت العجينه بتاعتي وهبتدي بقى افردها كويس في الصينيه بتاعتي. خلاص يا حبايبي انا فردت العجينه بتاعتي في الصينيه اهي. هبتدي بقى احط عليها الصلصه بتاعت البيتزا بتاعتي اللي انا عملتها معاكم من شويه. هبتدي احط بقى كده وهدهنها كويس على العجينه بتاعتي. خلاص يا حبايبي انا دلوقتي دهنت البيتزا بتاعتي، صلصه البيتزا زي ما انتم شايفين اهو دهنتها كويس. دلوقتي بقى هحط عليها الخليط اللي احنا قطعناه من شويه، وهضيف عليه لانشون. لان طبعا مش هعملها غير بخليط اجبان، فهضيف اللانشون عليها يدي طعم كويس. طبعا انت تقدري تعمليها بقى زي ما انت عايزه، فراخ، لحمه مفرومه، سوسيس، اي حاجه انت تفضليها. فانا دلوقتي هنحط مع بعض الخلطه اللي احنا قطعناها ونشوف هنكمل مع بعض ازاي. خلاص يا جماعه ده الخليط اللي انا مجهزاه اهو. طماطم، فلفل الوان احمر واصفر واخضر، وبصلايه صغيره، وزيتون متقطع، وكمان استخدمت كمان لانشون اهو. هبتدي بقى اضيف انا بقى دلوقتي كده الخليط بتاعي هنا. زي ما اتفقنا مع بعض اي حاجه بتدخل الفرن يا جماعه لازم نشغل الفرن قبلها ب10 دقايق. لازم تكون داخله فرن سخن، ما يبقاش فرن بارد. طبعا البيتزا بتحتاج نار عاليه لانها مش بتغيب في السوا. فانا دلوقتي هحطها في الفرن، فرن درجه حرارته عاليه ومتسخن قبلها 10 دقايق. ونبقى طبعا انا مش بضيف الجبنه دلوقتي عشان انا عايزاها ما تنشفش. انا هدخل البيتزا شويه، وقبل ما تطلع بالظبط ب5 دقايق بحط الجبنه بتاعتي. انا عندي الجبنه اهي، ده جبنه موتزاريلا على جبنه رومي، انا خلطاهم ببعض. قبل ما تطلع من الفرن ب5 دقايق هضيف عليها الجبنه دي عشان انا مش عايزاها تنشف. ونبقى نشوف بقى مع بعض. طبعا احنا في اول الفيديو بنشوف الشكل النهائي بتاع البيتزا عامل ازاي. هي دي طريقتها سهله وبسيطه، تقدري تعمليها باي حاجه انت عايزاها. يعني انا عندي واحده تانية هعملها بالتونه. انت بقى تقدري تضيفي اي مكونات انت بتحبيها وبتفضليها حسب ذوقك انت وولادك.
هي دي وصفتنا النهارده، اتمنى تعجبكم، ولو عجبتكم يا ريت ما تنسوش لايك وكومنت وسبسكرايب. شايفين يا حبايبي دي البيتزايه التانية اللي انا عاملاها بالتونه اهو، زي التانية بالظبط. انا فردتها في صينيه برده مدهونه زيت، وحطيت عليها الصلصه بتاعتها، وحطيت عليها تونه زي ما انتم شايفين، وهحط عليها برده الخليط بتاع الطماطم والفلفل والبصل والزيتون. هي زي التانية بالظبط، ما فرقتش عنها حاجه. هحط دلوقتي الخلطه ونشوف هنكمل مع بعض ازاي. خلاص يا حبايبي انا هضيف عليها اهو الخليط بتاع الخضار بتاعي، هوزعه كده. طبعا كده البيتزا معانا قيمة غذائية متكاملة، مفيش حاجة فيها يعني، كلها حاجة كده يعني، كلها بيرفكت كده. بس خلاص زي ما احنا عارفين هندخلها برضو فرن سخن، وقبل ما تطلع ب5 دقايق هضيف عليها خليط الأجبان. بس هو كده.